مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الرئيس حمام سليمان على اليوتيوب في برنامجكم البرنامج السوداني في حلقات توثيقية عن قرية الحصى مدينة بربر. اليوم الحلقة عبارة عن حوار مع أحد الكبار وأحد الأجداد الحافظين التاريخ في قرية الحصى اللي هو العم محمد بابكر عثمان. إن شاء الله يعني الحوار يجيبكم وتستمتعوا بالحلقة الليلة والناس تستفيد وتعرف عن التاريخ وعن النسب وعن السلالة ونشوف الحلقة. حباش اسم له سلالته كبيرة جدا، سواء كانت هنا في الحصى أو كانت في درمان. اسم نحن سمعناه كثير جدا وعارفين قبيلة الحبابيش أو سلالة الحبابيش، فنحن دايرينك تورينا حباش أولاده منه، أحفاده منه، جاب منه، دايرينك تسجل لنا سلالة أبناء حباش. أولا سعد مش حباش، أي سعد عبد الرحيم، أي عبد الله ولد الحاج جايب أصحابه بيض عبد الجليل والدتنا. عثمان جايب بابكر أبونا أخوه الحاج، أي الحاج جاء هذا ذيل الناس، جايب علي أبو علي ناس علي وناس عبد الغالي وناس عبد الجبار. جايب سليمان جايب خلف الله وعطى الفضيل والسليمان خلف الله. هذاك مات ما ولد وعنده جناب سليمان وابن محجوب. هذا سليمان جايب محجوب السليمان عبد الماجد ده، جايب الروضة ده هناك في الفلاحة. هذين الخمسة رجال دي ولاد حباش. حباش اللي هو الآن في الحصى ما هو اسمه حباش الحقيقي، لكن الاسم جرى عليه اسم حباش، ودايما نعرف اسم حباش الحقيقي منه وأبوه منه. عقبال حباش الكبير هي ماجع يا ولد حمد والمنصور عنده العناية جاد الله جنى ده أخو حباش الكبير. أيوة حمد جهين جاب حباش الجايبين احنا دي. حباش الكبير وين؟ حباش الكبير هناك في درمان. قال أنت في حي البسطة بدل الناس دي ما ورينا قلنا لنا أخواننا شوفوا سنديته كان عنده عتاق ولا شيء. قالوا لي كيف؟ قلت له والله يا سليمان، قلت له يا أخي قاعدين هناك حسبوا قولوا لنا أنا والعلي والحباش حمد حباش وحمد حباش والأحمد وعبد الرحمن وعبد العال والبشارة السابع المجاديد الحسن. نحن بدأنا من زمان الحيران قاعدين نسعى، من زمان الوثوق قاعدين نسعى للكبارات دي. وقال الحاج ود عمر ود حباش الحاج توفى واخد حالتنا القطاوي عامل السيد احمد كده عبد الوهاب. هو عايزين كنتم من عايزين احتساب ده؟ لا أنا عارفين يعني في المعايش. هنالك كثير من أبناء الحصى شاركوا في الحركات المهدية، شاركوا في الجهاد كثير جدا، وكان حضور ابناء حباش كانوا حاضرين في الجهاد في جزيرة أبا وفي معظم المعارك مع الإمام محمد أحمد المهدي. في اثنين كانوا مشاركين في المعارك في الجهاد. في الجهاد جدا عثمان جدا أبو بونا عثمان الحاج لا راح الجهاد. عقبال جدا عبد الله فزعه قال لي يا أخي أنت طولت
قال لي لا أنا شيب الناس وتعلمت الباقي قال لي نحن نموت هنا والله نصرنا والله متنا ما جاء بس جاب أبونا وزينب توفت ما أخذها كان نور الهادي لا عثمان بين ولاده عقبال عبد الله ده جايب نور الهادي جايب محمد جايب هنا ليل ولاد عبد الله ولد الحاج نحن أبونا سراج النور ولد عبد الله سراج النور ده عبد الله لكن أخونا ودمه بعد حبوبتنا قتلوا عثمان جابوها هنا أخذها جاب فيها سراج النور بقى سراج النور ولد عبد الله أمنا هنا أمنا بنت عبد الله سراج النور ولد عبد الله بقى هانا وعمنا سراج النور. على حسب الأقدمية للقبائل في الحصى ترجع للربياط وترجع للحبابيش. هل الكلام ده صح؟ الحبابيش جدهم حباش، الربياط جدهم منه، هل جدهم رضا إذا نعرف اسمه منه؟ سودان ده في الحصى قالوا كان جاء ناس نزيل جاب نزيل هنا والربياط دي بتاع هنا دي الجامع ده جاي من بعد الرضا ما وجدت الفقر دي كلهم رضا سليمان الحنتمين ده كله قالوا زمن الناس اللي هم اللي هنا قاموا سليمان ماسك المسجد ده وسراج بعد كده ما هنا فد مرة سوت كتب جه فتح المسجد هنا جسوا المسجد هنا عشان جاب أجداد نبيل علي والحاج وسليمان قالوا لنا داير أسوي لي مسجد هنا وصلت قالوا له مرحب كان ساعة قالوا ساعة ما تتوفى بقى بيدرسوا مرغن وبالقياد هاي عايز هنا يجي حبوبة ناس هنا ولاد مرغن ولاد أحمد دلوين ولاد أحمد دلوين ظاهري انت السلام حقيقة فاطمة بمنى بمدينة بتهباش ولاد أحمد مرغن بتعرفون؟ لا ما بتعرفون الظاهرين لكن ما قادر ما نمشي لحاجة هناك ما قاعدين يجون يلاقون لكن أحمد الله يرحمه أصله هنا قاعد يجي يلاقون ها عندك هنا قاعد في هنا دي عادي ده جايب حبوبتنا الهدع وجايب ام حسين الجايبه عزبة ام حسين وجايب بخلت الجايبه محمود العديل وجايب شاي الجايبه عبد الرازي وحاج الشيخ أنت لا تعرفون كلهم الشيخ عبد الرازي أنت تعرفوني أنت وقبلنا في شيء بتخلق الله جايب ناس خلقته والسليمان جايب ناس ولاد ناس الملك حبوبتهم الملك وعلي ليه بتخلق الله ما أخذ واحد الجهود سليكة من سليخة هذه الضربة والربان يعني الناس دي شتت الشتات هسه عندنا الغفريات يعني محمود الحاج تهباش فينا قلبي عندنا الزبيرات حبوبتهم بالتنزيل بالحاج تهباش في القدر هذا عندنا صبر النصيب الناس كثيرة حالات عايزين بركب سماكتين هنا شفتها والناس بعد الشرطة والسلام عليكم باسم الجاد عشان بيت ما تحاسب هنروح نزلزل بيحاسبوا ايوه عادي يا اخي الدنيا دي. عمنا محمد البابكي انت سجلت تاريخ كبير جدا وسجلت سلالة عريقة جدا، عرفت تاريخ كبير جدا في الحصى. ان شاء الله ربنا يديك العافية. لكن دايما نعرف انت كنت بتسجل التاريخ ده كيف؟ هل كنت بتكتبه؟ هل كنت بتسأل الكبار، يعني بتسأل منه من الكبار كانوا في الوقت ذاك العارفين السلالة، وساعدتك دراسة، يعني هل قريت خلوة قريت مدرسة؟ أنا بجي من الخلوة بجي ساعد الحاج عمر عمرو كبير
أقول له حدثني البيت قالنا منه والمولد قالنا أي لكن نحن ناس الإمام دي نرده عبد الرحمن والياسين ياسين عيد لأن نحن ندد مع بعض كانهم بيجاي يجوا رايحين في الجزيرة دي بنمشي الخلوة دي فيها الجامع ده ايوه نمشي نقرا قاموا شوية جينا المدارس هجوا كلهم يتفرجوا مننا بس فضلنا أنا وأبو فضل ده حبوه سليمان كرم الله بس وأنا معاهم هجوا قالوا لي يا أخي كلهم الناس راحوا المدرسة وما بحثوا قلت لهم أنا عسي يعني عامل ختم الضرائب ناسي كمين الحين ومن بجيب الخلوة خلاص فضل قمت ختمته ومشيت له أما الناظر قال لي دايما دي كلها قلت له ليه بروح أجابر وحلوه ديل عسل الناس حمد ديل الجدر ديل من بدوبنا وحياة لكن قال لي قلت له بلا واحد أنا ما بعرف حاجة امتحني كتابة يلا امتحني كتابة قال لي والله كان بتعرف الحساب واديك رابعة الله بعرف الحساب فعلا بقيت ما بيجي الأول طوال في العشر الأوائل الأول اللي طوال هذا الله أرام والدنا توفوا بقى عثمان يقول بيرحم وحده بس الجزيرة دي كان بهين بحر هبي جاي ما في هناك البحر بالغرب والعيوش دي هذه والقشرات والحاجات داير أحفاد والخضار داير الجلد قالوا كده قالوا إن نقول الداير الرابعة يروح برد هذه المحل هي مفرقة الهبابيش في الباقة عندهم منه الدورة والطهرات انت من علاقة مع الهبابيش؟ وقال علي وقال المسافير دي بوين؟ ها؟ بيمنو؟ بيودعاني النفافير بيودعاني بيودعاني يدون ها؟ يدون سمعنا عن قصة من أولاد الحبابيش واحد من أولادهم اتسلى سيفه في حاجة فيها عبيد كده. أنا سمعت قصة زي دي لكن ما متذكر القصة أو ما أعرفها بالتفاصيل ولذلك تورينا القصة دي شنو حصلت لي. الهناي ده والسعد بعده بيمشي يجيب العبيد دي من هناك ويجي في الصالحة قالوا لأبوه واحدة خباطين قبل يصلي قالوا والسعد قال الدين قال سعد بلا وتهباش بيعاين في ذاك شان السيف وشمال وبعد لا يسوي بس والله قام عليهم ضربوا وجلدوا جلده حلوا لا الناس الزمان دي من الناس فارسين من زي يعني هناك دي تجاد في الكفرة أدالوا الحرب جد يموتوا فيها قالوا له الأصل من عيسوي لب يقول لكم كدوا نجيب لهم كدوا نعمل لهم كدوا ونحن دايرين الموت دايرين الجنة دنيا أنت فاسد تعالي كانوا صوتين دي هنا يتهم تعالى ما في موت ما في فائدة. في حلقاتنا القادمة حنواصل حوارنا مع العام محمد مالكي حنعرف أي الحكومات كانت أفضل في زمن كان حضورهم يعني تاريخ الحوار الجاي هو عبارة عن حوار توثيق تاريخي لحياة عامة مش الحصى بس حيكون في جزء للحصى وحيكون في جزء أكثر لأنه حوار مع عمنا محمد داوود كان شيء جدا مستفيد منه جدا وعشان منه تاريخ كبير جدا وإن شاء الله نعرف أكثر نشوف باقي أمام الله بيجعلنا عارفين التاريخ ده وإن شاء الله تستمتعوا. يعني الحلقة الجاية عبارة عن موضوع ممكن تقول سياسة لأن نعرف الحكومات الأفضل منه اللي هي كانت حضروها هم أي جيل كان أفضل أي زمن كان أفضل الناس القاتلوا وجاهدوا في الزمن ده
يعني الزول إذا أنت يعني الحلقة الجاية سياسة، الخايف ما يجي ما يحضر ما تتابع. شوفونا الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله. دي حل الدراجة دي.